السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا قبل ما ابدا الفيديو ما ننساش نصلي على النبي، ويلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنعمل بقى مع بعض اسهل واسرع بوريك افران ممكن تعمليه، والله. يلا بقى نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت كده في الطبق بتاعي بكوبايتين من الميه وحطيت عليهم نص كوبايه سكر، ونزلت عليهم كده بكيس خميره فوريه وهديهم تقليبه حلوه كده. بعد بقى ما السكر داب معايا كده هبتدي ان انا انزل بنص كوبايه كده سمنه على زيت، او ممكن تستخدمي اي ماده دهنيه عندك. وبعد كده نزلت عليهم بكيس صلصه، يعني كيس محترم كده، او ممكن تستخدمي معلقتين كبار من الصلصه. هديهم بقى مع بعض تقليبه سريعه حلوه كده، وبعد كده على طول نزلت بالدقيق عليهم. انا حطيت هنا كوبايتين بس من الميه، وكوبايه تالته هنزل بيها بالتدريج. تمام تمام. وبعد كده نزلت عليهم بمعلقه صغيره حلوه كده من البيكنج باودر، وطبعا ما ننساش رشه الملح. هبتدي بقى ان انا اقلب كده المكونات دي كلها مع بعض، يعني بايدك واشتغلي على طول. هنا بقى الكوبايه بتاعت الميه التالته هبتدي كده ان انا انزل بيها بالتدريج، يعني مش هنزل بيها كده مره واحده. وهابتدي بقى إن أنا أدخّل العجين كده في قلب بعضه، وطبعًا سِت الكل هي اللي بتعمل، ربنا يخلّيكِ ليّا يا سِت الكل. معانا بقى الرخامة بتاعتنا النضيفة كده، يعني فضّي العجين ده على الرخامة عندِك، أو على أي حاجة قدّامِك واسعة كده، وافضلي اعجني بقى، وشيلي وحطّي، وشيلي وحطّي، وافضلي اعجني لحد ما تشوفي العجينة تبقى ناعمة كده وeasy peasy معاكِ كده. لو العجينة كده بدأت تلزق في إيدِك سيبيها كده ترتاح 5 دقايق بالضبط، وغطّيها بكيسة بلاستيك، تمام، عشان أول لمّا تيجي تعجنيها تاني هتبقى ناعمة معاكِ ومش هتاخد وقت تمامًا. بعد بقى ما تسيبيها ترتاح كده، أول ما تبتدي إن أنتِ تعجني فيها هتلاقيها نعمت على طول، ومش هتاخد معاكِ بجد أقل من 4، 5 دقايق كتير هتلاقيها ناعمة جدًا، جدًا معاكِ. نيجي بقى للحشوة الحلوة بتاعتنا، أنا هنا نزلت بعلبتين كده من الجبنة. نزلت عليهم بقى بشوية زيتون كده أخضر، أو ممكن تستخدمي زيتون أسود، وهنا برضه كان عندي شوية فلفل أخضر رومي كده، أو ممكن تستخدمي فلفل أخضر حامي اللي أنتِ عايزاه. وطبعًا لو أنتِ عندِك بقى لانشون أو بسطرمة أو رومي حطي بقى اللي أنتِ عايزاه، يعني لعبتِك بقى، الحشوة دي بتاعتِك أنتِ وذوقِك بصراحة. بعد كده نزلت عليهم بقى بمعلقتين كده من الدقيق، وطبعًا الدقيق هنا عشان يشفط أي مَيّة زيادة في الجبنة. أنتم مفكّرين بقى لحد كده وكفاية؟ لا، أقول لكم بقى على تركاية أنا مخبّياها عنكم، لأ هاقول لكم عليها أنتم حبايبي. حطيت بقى هنا معلقتين كده من الطحينة، خلِّت الطعم فوق الحلاوة بشوية. وعلى فكرة بتوع المخابز ولا بيحطّوا زيتون ولا بيحطّوا فلفل ولا بيحطّوا أي حاجة من الكلام ده، والدقيق برضه ده ما فيش حد بيعمله، وبجد يعني عن تجربة، لو جرّبتوه بالطريقة دي أو لسه ما جرّبتوهوش، بجد لو جرّبتيه بالطريقة دي والله هتدعي لي دعوات قد كده. هنا بقى ما شاء الله اللهم بارك، كان العجين اختمر معايا وبقى زي العسل. هابتدي بقى كده إن أنا أقسّط العجين أو أقطّع العجين على حسب ما بتسموها، تمام، تمام. طيب إيه بقى، يعني هاخلّي واحدة كده قد البيضة تقريبًا أو قد الليمونة الكبيرة عشان لسه هيختمر معانا تاني، فأنا عشان كده عاملة يعني قطعية صغيّرة شوية، تمام كده؟ هنا بقى ما شاء الله اللهم بارك، كانت ماما كده قطّعت نُص كمية العجين بس، وما شاء الله قطع معانا عدد كبير جدًا. بعد كده بقى هابتدي إن أنا أجيب كيسة بلاستيك كده وأغطّيه بيها، وعندي أي فوطة يعني حلوة نضيفة كده هاغطّيه بيها. وأهم حاجة إنِّك تغطّيه عشان العجينة دي حساسة جدًا، جدًا وناعمة أوي، أوي، ويعني هنغطّيه عشان وشه ما يعملش قشرة كده من الجو. هنا كده بقى بعد ما تقطّعي كده آخر كورة هتعمليها، هتسيبيها بقى على جنب وتشتغلي في أول كورة أنتِ عملتيها. طريقة بقى التقفيل والحشو سهلة جدًا، جدًا. هتعملي إيه؟ بُصّي بقى يا كتكوتة، هتجيبي كده أول كورة عملتيها هتبتدي إن أنتِ تفرديها كده على أي حاجة قدّامِك، تمام؟ بعد كده يعني خلاص بعد ما فردتيها، هتبتدي كده إن أنتِ تحطّي الحشوة في النُص. بعد كده هتقفّليها كده زي وحدة القطايف بالضبط، زي ما أنتم ما شايفين، تمام كده؟ أهم حاجة تقفّليها كويس بس عشان ما تفتحش معاكِ في الفرن. خلاص كده بعد ما تقفّليها هتخلّي الحتّة اللي هي يعني اللي أنتِ قفّلتيها دي هي اللي هتبقى من تحت، يعني هتبقى عاملة زي شكل العين كده، فاهمين؟ يعني هي سهلة والله ما فيهاش شغل كتير ولا حاجة، بس هي محتاجة شوية تركيز في الفيديو،
هتشوفي انا قصدي ايه. اهي حطيت الحشوه تاني، ماما حطت هنا الحشوه تاني، وبعد كده بتقفلها كده زي وحده القطايف. تمام. اهي، وتدوس عليها كويس قوي قوي كده عشان ما تفتحش مننا، وتخلي بقى الحته اللي انت يعني قفلتيها من تحت دي هي اللي انت ايه يعني هتخليها عليها. هنا واحده تالته اهي عشان زياده التاكيد على الاخر. برضو حطيت الحشوه في النص وهتقفلها كده زي وحده القطايف، وتدوس عليها بالراحه كده. تمام. بعد كده هتخلي الحته اللي قفلتها دي هي اللي من تحت. والله سهله، ما فيهاش شغل كتير يعني. اكتبي لي بقى كده سعر البوريك النهارده عامل كام، ولو انت يعني جبتي كيلو دقيق هيقطع معاكي ما شاء الله كميه قد ايه، ولو الكميه اللي انت هتعمليها دي هتشتريها اصلا من بره بكام. هنا بقى بعد ما خلصت كده الكميه كلها اللي عندي، هبتدي كده ان انا ادهن وشها. كان عندي هنا بيضه ونزلت عليها ب3 معالق من لبن كده كبار. بعد كده رشيت عليها رشه فانيليا عشان الزفاره بتاعه البيض. هبدأ بقى كده ان انا ادهن الوش بتاع البوريك عندي بالبيض كده. وممكن تستكفي بس وتدخليه الفرن على كده، بس انا ايه بحب يعني اشخلع الحاجه شويه. رشيت عليها رشه سمسم كده ورشه حبه البركه. بصوا انا هنا برش انا وماما اهي، يعني شويه سمسم وشويه حبه البركه وشويه من ده على ده اللي انت عايزاه يعني. لو انت بقى جربت البوريك كده بالطريقه دي اكتبي لي في الكومنتات، ولو انت لسه ما جربتهوش جربيه عشان تكتبي لي في الكومنتات ونشوف مين فينا اشطر. ولو برضو الطريقة بتاعتك زي الطريقة بتاعتي بالظبط اكتبي لي في الكومنتات، بس على فكرة أنا الطريقة بتاعتي مختلفة وتحدي. هنا بقى بعد ما استوى كده اللهم بارك عن الجمال أتحدث قليلا، دخلت الصينية بقى على فرن مسخن مسبقا يعني قبلها بشوية كده. وبعد كده طفيت تحت وشغلت له الشواية عشان ياخد لون. ويلا بقى حط اللايك كده وشخلعيني. اللهم بارك، بجد الطعم تحفة. ولحد هنا كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. ما ننساش بقى اللايك الجميل والاشتراك الأجمل عشان يوصلك كل جديد من بيت العز الكبير. والسلام عليكم ورحمة الله.